خليك حذر لما تستلم وصل تحويل بنكي، وخاصة الحوالات الخارجية. لا تصدق فورا. مو كل حوالة يعني الفلوس وصلت. حاليا في طريقة جديدة للنصب. لفت انتباهي مقطع على التيك توك عن موظفة عم تبيع شقة لعميل برا البلد، واتفقوا على الدفعة الأولى، وفعلا قام بتحويل المبلغ، ولكن للأسف هو خربط برقم. بعد دقيقتين بيبعث لها وصل جديد أنه قام بتعديل الرقم. بالنسبة لتعديل أي خطأ بالمعاملات الخارجية ما بيتم بسهولة، لازم تتصل على خدمة العملاء وتقدم طلب، وهذا الطلب بيتم خلال 24 إلى 48 ساعة. وفي بعض البنوك بتطلب منك زيادة الفرع حتى توقع على هذا الطلب. في عدة خطوات للتأكد من الوصل. لازم البيانات دائما تكون مذكورة، اللي هي بيانات المرسل وبيانات المستلم، واسم البنك وشعار البنك لازم يكون مكتوب. رقم الحساب ورقم الأيبان لازم يكون مذكور. لازم يكون في كمان رقم المعاملة وتاريخ التحويل، ولازم يكون في اسم البنك ورمز للسويفت. وأخيرا لكل بنك في فورمات وتنسيق معين للوصل، من ناحية حجم الخط، نوع الخط، وجود الشعار، اسم البنك. صحيح أن التكنولوجيا سهلت علينا الحياة، ولكن بالمقابل سهلت على النصابين طرق جديدة للاحتيال. لا تكون أنت الضحية القادمة. خليك حذر ولا تصدق فورا.